انت شوفوا، هذه جايه ملغمه، هذه جايه ملغمه، تبغى تطلعني من صمتي وتبغى تطلع للناس انا ليش ما قدرت انجمع مع اولادي في صغرهم. هذه ملغمه، هذه تكره السعوديه وتكرهني وتكره كل مكان. هذه من الطابور الخامس، بما معنى ان لما قالت لي ليش توش تحني عليهم بعد ما كبروا. طيب انا لما كنت بسوريا ما رجعت السعوديه ودك فيديوهاتي موجوده وما قدرت اكمل بالسعوديه؟ طيب انا لما رجعت سوريا قدرت اطلع بعد من سوريا؟ اللي داخل سوريا ما قدروا، ما توهم داخل سوريا ما قدروا، اللي بيطلع تهريب على الحدود، والحدود مو اي واحد، صارت احزاب بسوريا، كل من يقدر يطلع من نفس المكان، صح ولا لا؟ فانا شلون اطلع اذا انا جوازي مخلص بس السعودي داخل سوريا، ولو رحت عن طريق لبنان انزين الى السفاره ما رضيت تجدد لي اياه، وقالت لي لازم ترجع البلد. ارجع البلد وانا حامل في الشهر السابع؟ شلون؟ شوفوا ملغم كلامها. يعني انا 7 سنين كنت محصوره حصر بسوريا، بعد ما طلعت تهريب من سوريا الى اليونان قعدت 7 سنين كمان باليونان. طيب اولادي ما قدروا يجوني ولا اني قدرت اروح لهم، كانت الحياه فقر، كان الوضع سيء، كانت الحياه صعبه، كان الراتب مستحيل، كانت المعيشه مره منتهيه. شلون اولادي يقدروا يجوني وانا باليونان وهم حياتهم صعبه وما عندهم من يصرف عليهم؟ يعني الصرف اللي قاعدين ياكلون من المملكه تجيهم اعانات من الجمعيه ومن الضمان الاجتماعي ومن حافز. طيب هذول الفلوس تأهلهم انهم يجوني الى اليونان سفر 20,000 ريال سعودي، يعني يجوا كلهم يجوا يزوروني؟ صعب. خلصنا من اليونان جينا الى المانيا، وصلنا المانيا صرت اني اشتغل. لما صرت اشتغل صرت ادز لهم فلوس شهريه، رواتب شهريه اللي تجيني من الفلوس اللي اشتغل منها عن طريق التيك توك، واللي يوصلني على طول اني ادز الى مصاريف الى اولادي. طيب المصاريف هذه هل بتكفي اني اجيبهم لكل واحد اصرف عليه $5,500 لا اقدر اجيبهم؟ فطلعوا معاي مبسوطين مرتاحين يبغوا يكلموني اكلمهم، طلعنا فيس تو فيس عن طريق الفيديو. وبعدين شلون انا بشرح لكم ان انا لازم اشوفهم عن بعد، ولازم اشوفهم اذا جوني قريبين مني؟ يعني انا المفروض ماني قادره اسوي شيء، انا وحده، انا شغلي لوحدي. انتوا شايفين محمد ما يشتغل، صح ولا لا؟ انا اللي اقعد على اللايف، انا اللي اشتغل، انا اللي اقوم للبيت. محمد يغسل قدامكم المواعين اللي تشوفوها حق وجبه واحده، اذا قام غسلهم، واذا راح جاب اولاده ورد رجع، يا يوديهم المدرسه ويجيبهم، يا يجيبهم من المدرسه، وانتهى الموضوع بشغل البيت تماما. كل المسؤوليه على راسي أنا اللي أصرف على الأولاد اللي بالسعودية، وأنا اللي أصرف على الأولاد اللي موجودين حاليا بألمانيا. ألمانيا تساعدني وتعطيني 200 كل شهر إلى كل ولد. بالله عليكم المدرسة الحين طالبين من عندهم دراسة مكثفة لحد الحين، إحنا مو مسجلين بالجوب سنتر وياخذوا من فلوس التيك توك، تدروا ولا لا؟ مو على السوسيال ولا على الجوب سنتر. أنا اللي أدفع فلوس شهريا كل واحد 200 يورو. طبعا هذا مدخر، بعدين اذا سجلنا بالجوب سنتر راح يسحبوهم ويشوفوا الفوائد اللي راحت من هذا المكان ومن هذا المكان راح يجوها لي، ما في شيء يروح. ولكن انت جايه تقولي لي ما حنيتي على اولادش الا لما كبروا؟ شو هالقلب انت يا ريميه يا بتسعد يا بتخرع؟ ما تخافي الله؟ انت اللي حديتي الي هذول الناس كلهم يجوا يتكلموا علي ويحطوا في شرفي ويتكلموا علي وما يخلوا علي كلمه. انت وين الله عنش؟ بس وين الله عنش؟ ابغى اعرف الله ليش لحد الحين ما صهتش؟ ليش الله ما اخذ لسانش كذي ونزع من مكانه؟ بس فهميني. ما في، ممكن ما عندهم بالكندر، ما في ولا بالجوب، بالسوسيال وبالغصب 250 ما بعرف. المهم ان انا اللي اصرف عليهم بزياده. شفتوا الاولاد انتون؟ فهذه الفلوس اللي اخذوها من عندي راح يرجعوها اول ما احنا يتسجلوا الاولاد بالكندر وبالجوب.
لا خيو، يعني في ناس يدخلوا ما يعرفوا ولا يبغوا يقرأوا ويستفزوني، بس هذه اللي دخلت هذه عدوة الله ورسوله، يوميا تدخل وترمي عليه كلمة والله العظيم لا هي مسلمة ولا تعرف الله ولا هي أساسا من السعودية، وبس ترمي كلام يعني مثل الفتيشة وتفتشها هيك، وبس تفتشها تبغاني أفتح مجالات كتير واسعة، تبغاني أتكلم وعلى مين؟ تبغاني أتكلم ضد السعودية أو أتكلم، يعني هي عارفة إن أنا بناتي ما قدرت أشوفهم لأن المسافة اللي بيني وبينهم والوقت والمكان والمال. طيب مين كان السبب؟ هي جابتها الحين وجت تتكلم وتقول شوفوا هي ليش ما عرفت تشوف أولادها، ليش ما قدرت تشوف أولادها صار لها 14 سنة، شو السبب؟ جت تفتحها هون بهذه الطريقة.